السلام عليكم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن نوعين قهوة في اثيوبيا. الفيديو دوت هنتكلم على 3 انواع قهوة. اهم حاجة عشان تعرفهم تابع الفيديو للنهاية عشان فيه تفاصيل كتير. اول نوع وهي قهوة هيرار. قهوة هيرار هي يعتبر من اقدم واشهر الانواع في اثيوبيا، وبتتزرع على ارتفاع من 2000 متر فوق سطح البحر ل 2500 متر فوق سطح البحر، والحموضة بتاعته متوسطة، والإيحاءات بتاعته التوت والعنب والفواكه المجففة مع لمسة شوكولاتة وتوابل. والنوع ده متوفر أكتر في دول الخليج. كده خلصنا أول نوع. النوع التاني وهي قهوة ليميو. قهوة ليميو تتزرع في إقليم ليميو في أثيوبيا على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر ل 1900 متر فوق سطح البحر. النوع ده بس أغلبية القهاوي الإيحاءات بتاعتها معقدة شوية، بس في أنواع بتبقى زيادة شوية عن اللزوم. والنوع ده معقد ليه؟ عشان الحموضة بتاعته مش عالية أوي ولا قليلة أوي، متوسطة برضه. والإيحاءات بتاعته الأزهار زي الياسمين مع التوت والشوكولاتة. كده خلصنا النوع التاني. والنوع التالت وهي قهوة غوشي. قهوة غوشي تتزرع في إقليم غوشي في أثيوبيا على ارتفاع من 1900 متر فوق سطح البحر ل 2000 متر فوق سطح البحر. والنوع ده بيتميز بحموضة بتاعته برضه مش عالية ولا قليلة، حموضة متوسطة، وبيجمع بين إيحاءات التوت مع الشوكولاتة مع طعم الياسمين كده في الآخر. كده احنا خلصنا 3 انواع قهوة في الفيديو دوت. متنساش تشترك في القناة عشان خاطر يوصلك كل جديد. الفيديو اللي جاي هنتكلم عن حاجات تانية اكتر. احنا مش هنقف عن نوع واحد من القهوة ولا عن بلد واحدة، احنا هنتكلم عن حاجات كتير في الفيديوهات الجاية.